كده فاكرين لما محمد رمضان طلع وقال انا بعمل اهم عمل في تاريخي؟ مخرج جامد ومؤلف تقيل ومنتج كبير، في الاخر طلع بيعمل مسلسل المشوار. المسلسل اللي بصراحة كان من اضعف اعماله واتنسى بسرعة جدا، يعني حاجة كده للنسيان فقط. بس المرة دي بقى محمد امام هو اللي داخل بنفس الثقة وبيعلن عن فيلمه الجديد وبيقول ده احلى فيلم عملته في حياتي لحد دلوقتي. مش بس كده، هيشارك معاه نجم من اجدع والذ النجوم في الوطن العربي، ومعاهم كمان مخرج هو اكتر واحد بيحب يشتغل معاه، اللي قبل كده اشتغلوا سوا وكسروا الدنيا. اما المفاجأة ان القصة دي من تأليف واحد من الطف المؤلفين في مصر، انتاج تقيل جدا من اقوى المنتجين اللي موجودين دلوقتي في السينما. في سؤال بقى هنا، مين النجم اللي هيقف قصاد امام المرة دي؟ ومين المخرج اللي هيراهن عليه للمرة التانية؟ ومين المؤلف اللي هيكتب الحكاية اللي مستنيينها؟ بس اللي احنا متفقين عليه ان الثقة في محمد امام كبيرة، والجمهور عارف انه لما بيوعد بحاجة غالبا بتطلع على قد الوعد. عشان كده كلنا قاعدين على نار مستنيين المفاجأة اللي قربت تنفجر. انتوا بقى مين تتمنوا يكون البطل اللي معاه؟